بالنسبة للمتابعات، ناس كتير قوي بتسألني على المتابعات الشخصية. أنا لو قعدت من هنا ل10 سنين قدام أقولك thank you على صبرك معايا وعلى كمية المحاولات اللي حاولتيها معايا، حتى في الوقت اللي أنا كنت بيأس فيه كنتي بتكوني موجودة تهوني عليا وبتديني alternatives وبتحاولي to make some match معايا لحد ما نوصل لنتيجة. ان شاء الله انا فاتحه المتابعات شهر 5 بالكامل، هنقدر نستقبل اي حالات عاوزه تتابع. بعد كده ممكن العدد عندنا يكون اكتمل خلاص، فمش هنقدر نستقبل حالات تانية، فبنقفل فتره محدده وبنرجع تاني نفتح برضو متابعات. فاتمنى انكم تفهموا البوينت دي، هي ما فيهاش تعالي ولا حاجه، ولكن انا لازم تكون دماغي مركزه مع الحالات بتاعتي. اول ما كنتش راضيه عن نفسي خالص ولا كنت راضيه عن شكلي، طنط روضه هي فهمتني ان في حاجات وحشه ممكن تحصل لي لو انا خسيت، وقالت لي مش بشكلك، مش عشان شكلك، عشان صحتك. ومن هنا انا بدات، وكل ما كنا عايزه حاجه هي تديها لي، تديلي وصفات كتيره جدا 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 بستعملها وبتبقى رائعه، وتبقى زي الديزرت بالظبط، وكأني باكل ديزرت بس صحي. وخلتني اكل الفروتس وخلتني اكل الخضار، وانا بشكرها جدا جدا جدا. وكمان اديت لي التمارين امشي عليها، ودي اللي فرقت معايا جامد. وده غير طبعا نظام الدايت اللي هي اديتهولي، وانا بشكرها جدا. لان انا بس اللي بتابعهم، يعني على الجروبس، على البرايفت، على كل حاجه انا اللي بعمل كل حاجه. الصراحة عمر ده ما كان هيحصل في أي مكان تاني، عمر ما حد كان هيحتوي أحزاني لهذه الدرجة. فانا في عدد محدد انا بخليه للمتابعات. بص يا روضة، ده عدس الغدا بتاعنا، ودي بقى سلطة هناكلها. فاتمنى دي ما تكونش حاجه مزعلاكم، واتمنى اكون جاوبت على كل الاسئله. وبالنسبه لكل الناس اللي بتقول ان الفيديو السريعه، فعلا الفيديو السريع، وعشان كده انا بقول لكم ان الفتره الجايه ههتم جدا جدا بالفيديوز الطويله على يوتيوب ان شاء الله. كل فيديو هيجهز هنزل لكم اللينك بتاعه، وتدخلوا على قناتي على يوتيوب وتتفرجوا عليه كامل، لان على انستجرام بيحتاج وقت صغير جدا. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله دايما عايشين بصحه وبسعاده. وما تنسوش مع ستاند اب هيلثي، عيشها بصحه هتعيشها بكل سعاده. باي باي.